فد مثل يقول لك كل شيء بالبخت الا النخل بالمي. اخواني السلام عليكم. اكو فد فكره شائعه عند هواي عالم انه النخل هو نبات صحراوي، نبات ما يحب المي، نبات عادي يسقي مي مالح طبيعي ما عليه شيء، نبات عادي اذا سقيته كل شهرين مره مو مشكله. اخواني هاي الفكره هي فكره غلط، مو صحيح هذا الشيء. ليش مو صحيح؟ اخواني الصحيح عن النخل انه النخل يحب مي. هذا الاعتقاد مال النخل ما يحب المي مو صحيح. يحب مي باعتدال، يعني انت لا تجي تغرقه على اعتبار انه النخل يحب مي. طبعا هيك اي شجره تغرقها ما تموت، لازم تسقي باعتدال. بس مال كل شهر مره لو كل شهر ونص مره هذا الشيء مو صحيح. الانتاج حيصير عندك قليل وجودته منخفضه. هسه انا عندي هذا المزقه دائما يعني بالاسبوع افتح له مي بير مره. زين، هذا الاعتقاد مال النخل ما يحب المي مو صحيح. النخل نبات بيئته الاصليه هي الشرق الاوسط، العراق، مصر، السعوديه، ايران، هذن الدول اللي بيهن صحاري بس بنفس الوقت بيهن مي. زين، العراق بيدجله الفرات، مصر بيها النيل، ايران بيها الكارون مثلا، السعوديه بيها المنطقه الشرقيه هي عباره عن منطقه خصبه، وبيها منطقة جازان ومنطقة نجران، وهذن المناطق مكة هذن بيهن جبال وبيهن غابات. هذا مو معناه انه هي دولة صحراوية او دولة يغلب عليها طابع انه هي دولة بيها رمال وصحاري معناه ما بيها مي. لا، طبعا بيها مي. زين، هذا الشيء مو صحيح اخواني مال انه النخل لازم نعطشه. لا، النخل يحب المي وباعتدال. واذا عجبكم الفيديو حطوا لايك وعلقوا وسووا مشاركة وتابعونا على مود الفيديو يصعد والحساب يصعد وتحمل فائدة على الجميع.